السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة من قناة أحلى أكلة بفكرة. النهاردة فكرتنا هنعمل فور سيزون، تقدروا تعملوها تشيز كيك، تقدروا تعملوها كنافة، تقدروا تعملوها أي حلويات. أنا هديكم الفكرة وانتوا تقدروا تبدعوا طبعا وتعملوا أحلى من كده. وطبعا أنا حاطه لكم كذا شكل للفور سيزون بكذا طعم اللي بتحبوه، وممكن تقدروا تقدموها على بعضها. طب يلا بقى مع بعض هنشوف هنعمل التشيز كيك اللذيذة دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدأ وصفتنا. ده بسكوت مطحون، انا بجيبه جاهز من عند مستلزمات الحلواني، او انت بتجيبي اي بسكوت سادة وتطحنيه في المطحنة. الكوباية البسكوت بحط عليها معلقتين زبدة مدوباها وبقلبها كويس جدا، وباخد الخليط ده واحطه في قوالب او احطه في القالب اللي انا هوريه لكم دلوقتي الفور سيزون. قالب الفور سيزون بشتريه برضو من عند مستلزمات الحلواني، هو كلاريك. انتي تقدري تحطي في اي حاجة عندك، في اي قوالب كب كيك او في اي حاجة. بحط البسكوت اللي انا قلبته مع الزبدة وبضغط عليه كده بمعلقة او باي آلة لحد ما يبقى مستوي كده متساوي كده، وبعدين ادخله التلاجة. وده الكريم تشيز، معلش اتحذف وانا بصوره. دي عبارة عن كوباية كريم شانتيه، حطيت عليهم معلقتين سكر بودرة ومعلقتين لبن بودر وربع كوباية جبنة كريمي من غير ملح. لو ما عندكيش جبنة كريمي تقدري تحطي جبنة مثلثات او كوباية زبادي، وتخلطي المكونات دي مع بعضها، وبعدين بتبقى بالقوام والشكل اللي انت شايفاه ده. وهنحطها على بعد ما طبقة البسكوتة مسكت في التلاجة، هحط الكريم تشيز في الكيس الحلواني وهبدأ اوزعه كده كده. الطريقة دي اسهل لكم من ما تحطوه بالمعلقة عشان ما نوسخش القالب. وبعد كده بنوزعه عادي بمعلقة او بتفرديه بسباتيولا. بجد انا عايزه اقول لكم طبقة الكريم تشيز دي تحفة. حطوا طبقة كويسة كده وبعدين دخلوه التلاجة تاني يتماسك. وزي ما انتم شايفين وزعت كل كمية الكريمة، طبقة تكون سميكة كده، وابدأ اوزعها بالسباتيولا زي ما احنا شايفين، او افردها بالسباتيولا او بسكينة او بمعلقة اي حاجة. المهم تفردي بيها الكريم تشيز وتدخلها التلاجة. وبعد ما طبقة التشيز جمدت في التلاجة ببدأ بقى ازينها. كل واحد بيزينها بذوقه الخاص. انا هنا عملت قطعة من المانجا، وعملت طبقة من النوتيلا، وعملت بلوبيري، وعملت لوتس. انتوا طبعا بتحطوا اي حاجة بتحبوها، ممكن تخلوها كلها لوتس، ممكن تخليها كلها نوتيلا، ممكن كلها مانجا، ممكن فراولة، ممكن اي طعم انتوا بتحبوه. التزيين ده طبعا يرجع لكم انتوا، بس شكلها في النهاية كأنك شاريها من محل. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.